مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون عباره على ستوري تايم، مقارنه بين مدينه الرباط ومدينه مراكش. غادي نحاولوا نذكروا فيه بزاف ديال المسائل اللي بانوا لي انا مختلفين. غادي نقارنوا ما بين السكن، غنقارنوا ما بين الناس، غادي نقارنوا ما بين التعامل، غادي نقارنوا المعيشه، غادي نقارنوا الا كنتي مثلا كتفكر انك تسجل مدينه الرباط او تعدل مدينتك. الا بغينا تو بي اونست نقدر نفيدكم ان شاء الله تعالى، بحكم انني انتقلت انا من مدينه اللي هي بهجاويه، انتقلت من مدينه مراكش لمدينه الرباط، ونقول لكم شنو هما المسائل اللي لاحظت الفرق شاسع ما بين مدينه ومدينه. اول حاجه نتطرقوا الكرا في مدينه الرباط غالي بزاف. مراكش نقدر نعطيكم مثلا البارتمان اللي غادي تكري في مراكش ب 1500 درهم 2000 درهم، كون على يقين هنا تكريها ب 3000 درهم الفوق، بحيث ان المساحه ديال مدينه الرباط صغيره وموقع استراتيجي. المهم التبرير الوحيد فاش كنفسر انا على السبب ديال هذا الغلاء، لا في المنتجات لا في اي حاجه اللي كتقدم لك، التفسير الوحيد هو راه هذه هي العاصمه وراه الرباط هذه عمي. هذا هو التفسير الوحيد اللي كتلقى. اللهم مثلا كاين ثاني اختلاف بحكم مثلا وسائل النقل. الرباط كاين فيه الترام، الناس كيتمشاو بزاف على رجلها، تجي تلاحظ هذه المساله. مراكش لا، مراكش الماطر اي واحد اللي ما عنده ثلاثه، اللي ما عنده جوج الماطر، اللي اقل دار تلقى فيها موتور وبيكالا. هنايا كيفتقدوا هذا الشيء، كيحقروا في الرباط على الماطر، ما كاينش الحقوق ديالهم، ما كتلقاش باساج خاص بالماطر، في حين مراكش حدث ولا حرج، ما كاينش شانتي اللي ما كتلقاش فيه بلاصه ديال الماطر والبيكالات. هنايا شويه الامن، ولا الناس كيحقروا الماطر، كيشوفوا فيهم شوفه ناقصه، كيشوفوا فيك بحال انت ولد تماره، انت ولد حرام. انت ماشي ولد الرباط. هذا هو اللي كاين هنا. ثاني في الرباط الناس منتشر عندهم بزاف الثقافه ديال الكريدي، بحكم ان اغلبيتها ديالها موظفين. فرص الشغل بالنسبه لمراكش كتلقى اي حاجه كوتي ديال السياحه راه غادي تلقى فيها وظائف الشغل. اللهم الا فكرتي تبعد على شي حاجه اللي بعيده على السياحه، صعيب انك تلقى الخدمه. هنايا في الرباط كاينين فرص الشغل صراحه الله، كاينين لي سوسيتي هنايا كيحترموا شويه الموظفين، بحكم عدد السوايع، بحكم الخلصه، بحكم يقيدوك في لاسينيسيس. مراكش قليل كاينه هذه القضيه ولكن قليله. حاجه اخرى ثاني هو الناس معصبين هنا شويه، كيتعاملوا معاك تري بروفيسيونيل لدرجه ان ديك لا بروفيسيونيليتي كتخليك مكتف، ما تقدرش تتعامل اميكال مع اي واحد. كيجيك الحال صراحه الله بحال الا مشيتي شي بلد اوروبي ولا شي حاجه، بنادم ما كيتعاونش صراحه. ما كنعممش، فاش تشوفوني كنقول بحال هادشي راه ماشي كنعمم، مي كنقول هذاك الشيء اللي شفت انايا واللي لاحظته مع الناس مع من تعاملت مع الاغلبيه الساحقه. ماشي سيرفيابل، بنادم كيتعامل معاك كما قلنا بروفيسيونيل. كثره ديال الفرنسيه كتولي فيك، كتولي انت تلوح ديمو بالفرنسي بلا يطري عليك. علاش؟ حيت اغلبيه ديال بنادم كيتعامل هنا بالفرنسيه مقارنه مثلا مراكش لا، واخا مدينه سياحيه وكتلقى بنادم كيدوي بالفرنسي بالونجلي بالجابونيه بالاسبانيه، بحكم جامعتنا كتلقى بنادم مثلا كاع ما قاري كيدوي 3 اللغات 4 اللغات، ما كتحسش به بلي كتصور عليك بهذا المعنى نقدروا نقولوا. ما هنا الا دويتي بالفرنسيه زعما انت راه بحال مثقف ولا العكس. ما كنعممش، ما كنقول هذاك الشيء اللي شفت، والله القسم كنشهد شي. كاين الاخوان في التعاليق يساندونا ولا يشاطرونا الراي، يدحضوا لنا الراي ديالنا ويقولوا لنا علاش. انا هذا الشيء اللي بان ليا. ثاني الغلا في المنتجات كلهم بصفه عامه كتلقى زايده 2 دراهم 3 دراهم، سا ديبون على قيمه المنتج. كتلقى الغلا. قلنا الحقره ديال الماطر، الناس معصبين ماشي سيرفيابل. اغلبيه علاش كنهضر وهادو اللي تعاملت معاهم انا هادشي اللي شفت منهم. الوغ الا كنتي انت من شي مدينه ورحلتي لشي مدينه اخرى، قول لنا شنو هو المشكل اللي لقيتي. سينو اكد لي الهضره ديالي اولا دمها، وعطينا الدليل، ونخليوه في لي كومونتير التعاليق، نحاول نخلقوا واحد النقاش. ومرحبا بكم، ولا عجبكم بحال هذا الستيل ديال لي فيديو راه نقدر نعطيكم ما اكثر، وكاينين بزاف د اللعيبات نقدروا نهضروا عليهم من بعد.